اللي بعتت لينا قصة الحكاية أو المشكلة اللي هنحكيها لكم دي قالت إن هي ما حصلت لهاش هي شخصيا، هي حصلت لجارتها، وجارتها دي عايشة معاها في نفس القرية. حكت لنا حكايتها وبتقول: أنا من أسرة متوسطة الحال، واللي حصلت معاها اسمها خديجة. خديجة دي بنت جميلة جدا وبنت محترمة، عمرها ما كانت بتعمل أي مشاكل مع حد. هي وحيدة لأمها وأبوها. أبوها مات وهي في سن صغير، يعني ما عاشتش معاه، هي عاشت مع أمها وعاشت في قرية بسيطة. هي في كلية تجارة، وعلشان تلاقي مصاريف الكلية بتاعتها ومصاريف علاج أمها، لأن أمها كانت مريضة، فكانت بتضطر إن هي تشتغل، وكانت بتشتغل في مكتبة تحت العمارة اللي هم ساكنين فيها. صاحب المكتبة ده كان راجل محترم جدا، وكان معتبر نفسه كده زي أبوها، أو هي كانت معتبراه زي أبوها بالظبط. كانت خديجة دي تروح مخلصة كلية من هنا وترجع للبيت تاكل لها لقمة وتلبس هدومها، وبعدها تنزل على المكتبة تاني وتشتغل، وتفضل هناك في المكتبة من بعد العصر لحد كده الساعة 9 بالليل، وترجع تاني على البيت تاكل وتصحى تحضر محاضرات تاني يوم، وهكذا. ومن يوم ليوم على الكلية، كل يوم هكذا ترجع من الكلية على المكتبة. هو ده الروتين بتاع يومها وحياتها، وكان كل يوم نفس الروتين المعتاد، ما بيختلفش عن التاني خالص. لكن جه بقى في يوم من الأيام اختلف. في يوم من الأيام راحت للكلية ورجعت على المكتبة، وبعد ما خلصت شغلها رجعت البيت كده على الساعة 6. من بعد ما رجعت ما ظهرتش تاني، غابت 3 أيام، غابت عن الكلية وعن المكتبة. الناس ساعتها بدأت تتوتر وبدأوا يسألوا: يا ترى البنت دي راحت فين، اختفت فين؟ ده صاحب المكتبة كمان طلع علشان يطمن عليها، طلع لشقتها وخبط على الباب، محدش فتح الباب. ولما سأل الجيران قالوا له ان هم ما شافوش البنت دي ولا حتى ما خرجت من الشقة بقالهم حوالي 4 أيام. في اللحظة دي طبعا صاحب المكتبة وهو بيخبط على الباب بتاع بيتهم شم ريحة عفانة كده جاية من الشقة. ساعتها هو انطرب وقلق جدا، خاف لا يكون حصل لهم حاجة معينة، فقرر ان هو لازم يبلغ الشرطة، لان ما ينفعش ان هو يفتح باب الشقة. قامت الشرطة وصلت وكسروا الباب، وبعد كذا محاولة من انهم يخبطوا على امل يعني ان في حد يفتح، مفيش. هنا بقى اتأكدوا ان اهل الشقة دي حصل لهم حاجة غريبة. كسروا باب الشقة ودخلوا، وهنا كانت الصدمة، الصدمة اللي صدمت الكل، وأغرب حاجة ممكن الواحد يتوقعها، أو يعني أغرب حاجة كنا مستنيين نسمعها. أول ما الباب اتفتح خرج منه ريحة وحشة جدا، كأنها ريحة عفن كده، ريحة كانت مقرفة، ولا كأنهم كده داخلين قبر مش داخلين شقة. المهم لما دخلوا لقى الأم مرمية على السرير ميتة ووشها مصفر، والبنت نفس الكلام، هي كمان ميتة ووشها شاحب زي الأموات بالظبط. الشرطة كده مبدئيا قالت إن اللي حصل لهم ده أكيد نتيجة اختناق، لكن الأغرب بقى إن ما كانش فيه أي آثار يعني تبين إن ده اختناق، ولا كان في أي آثار مقاومة من الأم إن حد يعني دخل وتهجم عليهم، ولا في أي آثار مقاومة على الابنة. فقالوا إنهم أكيد ماتوا بالاختناق في سلام ومن غير أي مقاومة. لكن التحقيقات بقى بينت حاجات غريبة جدا، وده اللي هنعرفه وهنمشي فيه خطوة في خطوة مع القصة. الشرطة بدأت تبحث، لكنهم ملقوش أي دليل، مفيش أي حاجة تبين إن في مثلا حرامي اقتحم الشقة علشان يسرقها أو ياخد حاجة. بالعكس، الباب كان مقفول بشكل طبيعي جدا، مفيش فيه أي كسر ولا أي حاجة تبين إن في حد بيحاول يفتح. يعني الشرطة لقت الشبابيك كلها مقفولة، ومقفولة قفل طبيعي، يعني معنى كده تم استبعاد ان في حرامي اقتحم الشقة ودخل سرق. طيب يا ترى مين اللي عمل كده؟ خديجة وامها طبعا. كل الاتهامات كلها اكيد راحت على مين؟ راحت على صاحب المكتبة، لانه كان الشخص الوحيد اللي على علاقة بخديجة، اللي شغالة عنده، وكمان هو كان على علاقة بامها، يعني عارفهم، هو اللي بيتكلم معاهم، وأوقات كتير بيطلع لهم علشان يدولهم فلوس. لكن لما الشرطة بقى استجوبت الجيران وبواب العمارة أكدوا إن صاحب المكتبة ده علاقته كويسة جدا جدا بخديجة وأمها، ومستحيل إن هو يعمل حاجة زي كده، لأنه كان بيعتبر خديجة دي زي بنته بالظبط. لكن الشرطة طبعا أكيد يعني ما استبعدتش إن يكون هو اللي قاتل.
فطبيعي يعني هتحط كل الاحتمالات عليه، وهتحط كل الاحتمالات قدامها حتى لو كان الاحتمال ده ضعيف جدا، وده طبعا علشان في الآخر يقدروا يوصلوا للعمل كده. الشارع اللي في العمارة اللي ساكنة فيها خديجة ومامتها، الشارع ده بيكون حيوي جدا، يعني شارع تجاري، والشارع ده بقى مليان محلات. أصحاب المحلات دي بيكونوا حاطين كاميرات، اللي هي كاميرات المراقبة. النيابة طبعا أمرت بقى بتفريغ كل الكاميرات اللي موجودة. الشرطة فعلا راحت بعد أمر النيابة للمحل اللي قصاد العمارة، وفرغوا كل الكاميرات بتاعة المحل في يوم الحادثة، وبالتحديد تم استرجاع اليوم اللي قبل وقوع الحادث بساعات، وشافوا مين اللي دخل واللي خرج من العمارة، ولقوا ان السكان هم اللي دخلوا وخرجوا، ومفيش حد غريب دخل غير السكان وبس. بس مع الاسترجاع مرة تانية اكتشفوا ان في حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة حصلت. حد غريب دخل العمارة، وده مش من السكان، وده اللي قاله صاحب المحل، ان ده مش من سكان العمارة، وان الشخص ده شخص غريب ودخل العمارة وخرج، والشخص ده عمره ما دخل العمارة في حياته، وما دخلش بس غير ساعة ونص وخرج تاني، وما جاش مرة تانية. فهنا الشرطة طبعا قالت ان اكيد هو ده اللي عمل كده. بواب العمارة لما شاف صورة الشخص ده قال ان الشخص ده بيشتغل نجار، والنجار ده اسمه جبريل، وده من سكان نفس المنطقة، لكنه بيكون ساكن في منطقة بعيدة شوية عن المنطقة دي. والنجار ده كان جايبه لأم خديجة، البواب اللي كان جايبه بعد ما هي طلبت منه إن عاوزة نجار علشان يعني يصلح السرير بتاعهم، يعني كان وكمان الباب كان عايز يتعمل. ومن بعدها البواب بيقولوا إنه ما شافوش مرة تانية. الشرطة بقى خدت عنوان النجار ده وراحت له علشان يستجوبوه ويعرفوا يا ترى ايه اللي حصل، ما يمكن يكون هو الجاني. المهم راحوله، ولما سألوا عليه في البيت قالوله انه هو مختفي، واختفائه ده بيأكد وقوع الجريمة. طبعا الشرطة اتأكدت ان اكيد جبريل هو اللي عامل كده، وبعد بقى بحث طويل وتحقيقات تم القبض عليه. ولما اتواجه بالواقعة دي فضل ينكر تماما انه هو عمل كده، ده حتى كمان قال انه هو ما دخلش العمارة دي نهائي، وما يعرفش كمان الست دي. لكن لما البواب بقى الشرطة تم استدعائه من قبل الشرطة لانه شاهد انه هو اللي جابه بنفسه للشقة، تمت المواجهة ما بين البواب وما بين النجار، وقال انه هو اللي كان جايبه للشقة. بعدها طبعا النجار اعترف بكل حاجة حصلت. النجار ده عنده محل نجارة كده صغير، وهو في نفس الوقت بيشتغل ساحر دجال، يعني أكتر حد بيعرف يستدرج الستات ويضحك عليهم، بالذات الستات والبنات الصغيرة، لأنهم بيكونوا صيدة سهلة قوي بالنسبة له. الست طبعا أكتر حد بيصدق في الخرافات، وأكتر حد بيصدق أعمال السحر والشعوذة. فهو بقى استغل الحتة دي ودخل بقى علشان يضحك عليهم، يفضل يقول للست من دول ده انتي معمولك عمل سحري، او مثلا معمولك حاجة لقطع الرزق، وعلشان كده لازم يفكهولك. فالست تروح واقعة في شباك السحر بتاعه، وهو بقى يستنفذها على الآخر، يقلبها بقى في شوية فلوس على قد ما يقدر، وبرضه يروح يدور له على صيدة تانية وتالتة وهكذا. تعالوا بقى اقول لكم هو عمل ايه وارتكب الجريمة دي ازاي. النجار ده راح عند ام خديجة بعد ما طلع علشان يصلح لها الباب، وفي يوم من الايام كده جاله البواب وقال له انا لقيت لك شغلانة، الشغلانة دي هتعملها في العمارة عندي. جاله النجار بالعدة بتاعته ودخل الشقة، وكانت ام خديجة قاعدة مستنياه. الراجل بدأ شغله من هنا، اما خديجة بقى راحت الكلية بتاعتها علشان تخلص كليتها وتطلع على المكتبة تكمل شغل. فلما لقت ان النجار جاي وبيشتغل مع امها، فشايفة ان امها لوحدها في الشقة فمينفعش، فقررت انها تقعد معاها لحد ما النجار ده يخلص شغل وتبقى تروح الشغل بعد كده. خديجة دي كانت بنت في العشرينات، السن ده في حكم الريف يعني عانس، يعني لما بتوصل 20 سنة تبقى عنست. هنا النجار بقى عرف يدخل للأم منين؟ عرف يدخل للأم عن طريق البنت الجميلة دي، وفجأة قال لها بنتك قمر ما شاء الله، هي مخطوبة؟ هو طبعا كان عارف انها مش مخطوبة لانها مش لابسة دبلة في ايديها، وكان متأكد من كده، لكن بس بدأ ان هو يفتح الكلام مع الأم علشان يقدر يصيد الصيدة براحته.
فردت عليه ام خديجة وقالت له لا، ده لسه النصيب مجاش. فقال لها انا عايزة اقولك على حاجة بقى يا حاجة، في حاجات بتبقى سبب في قفل النصيب. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني بتبقى في حاجات تانية بتسبب عكوسات تمنع البنت تتجوز وكده، وبنتك جميلة جدا واي حد يشوفها يقع في حبها على طول. طبعا ام خديجة استغربت كل الكلام ده، قالت له انا مش فاهمة اي حاجة، انت تقصد ايه؟ قال لها بنتك معمول لها عمل انها ما تتجوزش. الام طبعا اتخضت من الكلمة دي واترعبت على بنتها، ازاي يعني بنتي معمول لها حاجة زي كده؟ قالت له طب انت عرفت ازاي؟ ايه اللي اكد لك الكلام ده؟ قال لها انت ازاي تقولي كده؟ ده انا معالج روحاني وبفهم كويس قوي في الحاجات اللي زي دي. حتى يا ستي لو مش متأكدة من كلامي اسألي بره وهتتأكدي من كلامي. انا ياما عدى حالات عليا زي كده، ياما جوزت بنات رفضت عرسان كتير، وياما كمان ستات جات لي بناتهم ما بتخلفش بعد سنين كتيرة قوي، لكن بعد جلسة ولا اتنين بس كل حاجة تمت. طبعا الست صدقت كل كلامه ووقعت طبعا في شباكه، وقالت له طب شور عليا اعمل ايه؟ قال لها لا 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 يا ستي انتي ما تعمليش حاجة، انا اللي هعمل، ودلوقتي مش عايزين نضيع وقت. راح طلب منها جبريل، طلب من الام يعني انها تدخل بنتها الاوضه وتسيبهم لوحدهم عشان هيكشف عليها. الكشف ده طبعا هو اللي بيحدد ايه هو نوع العمل اللي معمول، ويا ترى هو مدفون فين علشان يقدر يبطله. طبعا الام بكل تلقائيه وبساطه مشيت مع كلام الدجال ده ودخلت بنتها اللي ما رفضتش، ودخلت الأوضة وقفلت الباب. وطبعا ساعتها هو بدأ يعمل أعماله الشيطانية، بدأ يشربها كده سائل غريب لونه غريب وريحته أغرب. طلب منها إنها تشرب من الإزازة دي وشربت فعلا خديجة، وبعد دقايق هي راحت في نوم عميق. وبعدها هو جاب مخدة السرير وراح حاطط على وشها وكتم النفس بتاعها. بعد ما هي فقدت النفس خرج من الأوضة وراح خارج للأم على طول. أول ما خرج للأم قالت له ها طمني يا ترى عملت ايه؟ أدخل أطمن عليها؟ قال لا 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 لا، ولا طبعا كأنه عامل أي جريمة. قال لها استني بس شوية، مش دلوقتي خالص، خليني بس لما اخلص معاكي انت الاول، ابقى ادخلي تكون هي فات. طبعا الام صدقته بكل تلقائيه ومشيت ورا كلامه. عمل ايه بعد كده؟ طبعا الام استغربت من جمله لما خلص معاكي، قالت له انا مش فاهماك تخلص معايا ايه؟ قال لها ما انت كمان لازم اكشف عليكي، لان بصراحه بقى اتضح ان السعر ده مش معمول بقى للبنت بس، ده معمول لك انت كمان. ساعتها الست اتخضت من كلام الراجل ده وخبطت بايديها الاتنين كده وقالت له معقولة؟ معقولة انا كمان معمول لي سحر؟ المهم انها سمعت كلامه ودخلت معه الأوضة وطلب منها برضو تشرب من نفس ذات الإزازة اللي شربت منها بنتها خديجة. وبعد دقايق طبعا الست دخلت في حالة نوم عميق. هنا برضو راح كاتم نفسها بالمخدة لحد ما خلاص سلمت نفسها والنفس اتقطع وماتت. وجت بقى للخطوة الأخيرة. الخطوة الأخيرة بقى إن الأستاذ عمل إيه بقى؟ أكيد عايزين تعرفوا هو عمل كل ده ليه. الست ام خديجة دي كانت ست هبلة شوية، كانت لابسة دهب في ايدها الاتنين، وطبعا هو كان عايز يقلعها كل الدهب ده من غير ما يعمل اي خدش حتى ولو بسيط، مش عايز يسبب لها اي خدش في ايديها علشان ما يتعرفش وما يبانش ان هي كانت لابسة دهب واتقلع بالعافية. المهم ان هو قلعها الدهب وعمل كده بالظبط زي شغل راية وسكينة، وبدأ بعد كده يدور في أوضتها لحد كده ما وصل لمكان شكمجية. الشكمجية ده كان صندوق بيتحط فيه الدهب والحاجات اللي بتكون تمنها غالي قوي في الريف. الراجل ده فتح الصندوق بقفل صغير واخد كل الدهب اللي كان موجود جواه. طبعا هي الست دي كانت محتفظة بشوية الدهب دول علشان يأمنوا مستقبلها وعلشان يعني تجهز بنتهم بيه، بس هو خد كل حاجة. بعدها عمل خطوة كمان قبل ما يخرج، انه هو مسح اي بصمات ليه موجودة في المكان علشان محدش يتوقع وجوده ويتقفش من البوليس. وبعد ما خلص خرج من الشقة واختفى تماما. وده كان اعتراف الدجال جبريل بارتكاب الجريمة اللي هو عملها دي بعد ما زغلل عينيه الدهب اللي كانت لابساه. وطبعا عارف بطريقته ان الست دي ملهاش اي حد يسأل عليها، فقال اما اسرقها
أنا أولى بالدهب ده. طبعا أنا حكيت لكم القصة دي علشان أحذركم من الدجالين اللي بيمصوا دم الغلابة، اللي دايما بيضحكوا عليهم بشوية كلام ملوش أي أساس من الصحة. دول نصابين دايما، وشغلهم الشاغل إنهم يضحكوا على الستات الغلابة اللي دايما بيصدقوا كلامهم بسهولة بسبب الجهل اللي هما بيكونوا فيه. ودي كانت قصة النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر.